وبعد ما فاتوا سنين على هذا الشيء، جرب الله النبي إبراهيم ووحى ليه: يا إبراهيم. قال إبراهيم: أنعم. وحاليه سبحانه: أدي وليدك اللي تحبوه، الوحيد اللي يورتك، وروح لبلاد مورية واتذبحوا تما وحرقوا في الجبل اللي نقول لك عليه. وجد النبي إبراهيم الزايلة نتاعو من الصباح بكري، وقطع الحطب باش يحرق الضحية كاملة. ومن بعد ادى وليدو زوج من الخدامين نتاعو وراح للمكان اللي وراهوله الله. وفي اليوم الثالث شاف النبي إبراهيم قدامه وبان له المكان من البعيد، وقال للخدامين نتاعو: استناو هنا مع الزايلة، نروح أنا ووليدي باش نعبدوا الله تما ومن بعد نوليو ليكم. رفد النبي إبراهيم عليه السلام النار والموس بعد ما عطى الحطب لوليدو باش يرفدوا، وراحوا كيف لراس الجبل. دار الولد لباباه وقال: بابا. جاوب إبراهيم: نعم يا وليدي. قال الولد: النار راهي عندك والحطب عندي، بالصح وين راه الكبش نتاع الضحية؟ جاوب إبراهيم عليه السلام: الله يتولى أمر كبش الضحية يا وليدي. وكملوا مشيتهم كيف. كي وصلوا للمكان اللي حدوا الله لإبراهيم، بنى إبراهيم مذبح بالحجر باش يحرق فيه الذبيحة لله، وحط عليه الحطب كما لازم، وربط وليده وحطه في المذبح فوق الحطب. مدن بإبراهيم يده باش يذبح وليده وهو شاد الموس. تم عيط ملك من السماء: إبراهيم إبراهيم. جاوب النبي: أنعم. قال الملاك: ما تمدش يدك على وليدك وما تضروش، راني عرفت دركة باللي تخاف الله، وتم قدمت له وليدك ضحية وهو وحيدك اللي يورتك. بقى النبي إبراهيم يشوف تما ولقى مراه كبش معلق بقرونه بين الشجور. راح ليه، جابوا ذبحوا وحرقوا ضحية لله في عوض وليده. سمى النبي إبراهيم هذاك المكان جبل المدبر الوهاب، وبقوا الناس للآن يتضربوا به المثل ويقولوا: في جبل الله يدبر الله ويوهب. وزاد عيط الملاك للنبي إبراهيم من السماء وقال: قال الله سبحانه: نحلف بذاتي على جال اللي طعتني يوم بخلتش عليا بوليدك وريتك الوحيد، رايح نبارك لك، نرعاك ونحميك ونكتر ذريتك حتى تكون في كترتها كي نجوم السماء وكي رمل البحر اللي واحد ما يقدر يحسبهم، وننصر ذريتك على عديانها. وعلى جال اللي طعتني نبارك لك يا إبراهيم، ونخلي ذريتك تفيض بالبركة على جميع أمات الأرض. ورجع إبراهيم بعد هذا الشي للخدامين نتاعو، وناضوا وراحوا كامل البير 7 وين كان يسكن إبراهيم.